مصر ام الدنيا، كل العالم بيحسدنا عليها، وكل العالم بيجي هنا علشان يشوفها ويطل عليها بعينيه. احنا كمان محتاجين نطل عليها طلة مختلفة جدا. ده اللي هنعمله معاكم في كاريتا في كل حتة. اعداد وتقديم أمنية يوسف. انا وانتم ومكان رابع وصلنا فيه ومعانا الكاريتا. زي ما اتفقنا احنا معاكم هنلف الدنيا كلها، بس الدنيا بتاعتنا احنا اجمل دنيا في العالم، مصر بلدنا. معاكم وصلنا عند خيامية. خيامية هو شارع لكن كمان ليه حكاية. هقول لكم خيامية ليه. خيامية لان هي فن مصري اصيل مش موجود في اي بلد تانية، عندنا احنا كمان وبس. كل حاجة ممكن تلاقيها عندنا احنا وبس، لازم نبص عليها وناخد بالنا منها كويس قوي. اهتمامنا بيها قليل يمكن، لكن باقي الدول العالم الخيامية عندهم حاجة مهمة ولازم ياخدوها اول ما رجليهم توصل لبلدنا. هقول لكم الخيامية يا جماعة هي صناعة من القماش الملون اللي بنستعمله ساعات عندنا في السرادقات اللي بنقوم بيها. الخيامية ليها تاريخ بيوصل للعصر الفرعوني. ايوه حصل، لكن بانت وظهرت قوي وتألقت جدا جدا في العصر الإسلامي، بالتحديد في العصر المملوكي. زمان ارتبطت الخيامية بكسوة الكعبة المزينة بخيوط الذهب والفضة. مصر كانت هي اللي بتصنع كسوة الكعبة كل سنة لغاية الستينيات، وكان إرسالها للحجاز بيتم في موكب فخم جدا، حاجة كده يعني ولا ألف ليلة وليلة. بيجهزوا لها باهتمام مهم جدا. الناس وقتها بتبقى مهتمة انها تكون جزء من الاحتفال ده. كانوا بيسموه الموكب المحمل او موكب المحمل، والكلمة دي لسه بنستعملها لغاية دلوقتي. زمان كان في طقوس خاصة، يعني عشان اي واحد يدخل لطائفة الخيامية لازم يجتمعوا كل الخيامية ويحضر شيخ الخيامية شخصيا يتفرجوا على اعمال الخيام الجديد، ولو لقوا انها على المستوى المطلوب بيجهز الخيامي ده حفلة اعتماد او حفلة تخرج بيكون فيها الخيامية كلهم موجودين، كل اللي في المهنة، وكمان لازم يكون فيها عزومة بمعنى وليمة مش اي عزومة. طبعا دلوقتي الوضع مختلف جدا، المهنة ممكن تدخلها بسهولة جدا، مفيش اي حاجة من دي خالص، ولا حفلات ولا ولايم. شارع الخيامية موجود قدام باب زويلة امتداد شارع المعز. هو كمان من اشهر اسواق القاهرة المسقوفة، يعني اللي ليها سقف. اتسمى بالخيامية نسبة لنفس الحرفة المميزة ليه. الخيامية موجود من ايام الفاطميين، متكونة من دورين. كان باب زويلة بيتقفل بالليل ويفتح أول ما الصبح يطل على بلدنا الجميلة، ووقتها أول ما يتفتح الباب معناها سماح للتجار بالدخول لمتابعة تجارتهم. المكان ده كان زمان اسطبل للخيول، والدور التاني هو اللي كان مبيت لنفس التجار اللي بيجوا للبلد من كل بلاد العالم. والمكان ده كان بيبقى فيه خيم بيستخدموها في أيام إقامتهم طول ما هم قاعدين في بلدنا المحروسة، وكانوا بيصلحوا خيم دي في نفس المكان. ويمكن هو ده السبب كمان من الأسباب اللي أطلقنا عليها الخيامية بسبب الوقت ده. مهنة الخيامية بدأت وقتها، بتبدأ بتصميم بيترسم وبيتنفذ، وغالبا بيستخدموا قماش اسمه التيل لأنه تقيل إلى حد ما. بعد كده بيقوموا بوضع الرسم وبيتخرم من الحروف بتاعته، بيحطوا بودرة مخصصة للطبع ده. طبعا ده كلام فني جدا، لكن انا بحاول اوصف لكم ان الموضوع متعب مش سهل يتعمل في اي مكان تاني. الخيامي بعد كده بيبدأ بعملية تطريز وقص الوحدات القماش وتطريزها على بعضها، وساعات بيعملوا اللي بيسموه تفسير، ومعناه خياطة خيوط فوق القماش كمان. ده بيعمل ملامح للتصميم لو كان منظر طبيعي، وبيديله روح اكتر، بيخليه مجسم اكتر. غالبا التصميمات الفرعونية الاسلامية الايات كمان القرآنية
احلى هديه ممكن تاخدها وانت راجع بلدك، سواء العرب او الاجانب او حتى احنا لما بنسافر في اي مكان، ممكن تكون هديتنا هديه من الخياميه، لانها بتكون مميزه جدا جدا وكل العالم عارفها، وكلهم عندهم صور ليها بيتمنوا ان تكون عندهم قطعه من قطع الخياميه. احنا معاكم، خلصت الحلقة، لكن اكيد الاماكن الحلوة لسه موجودة ومالية بلدنا ومالية العالم، وهنكون معاكم فيها. اسمحوا لي تقبلوا تحياتي وسلاماتي وأمنية يوسف. صوت السقايا